بنرحب بوجود قدس أبونا داود لمعي كاهن كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة لتاني مرة هنا في فيينا. بكل الفرح والتقدير لقدسك يا ابونا، أهلا بيك في وسطنا هنا في فيينا. أهلا بيكم. احنا النهاردة يا ابونا حابين نقدم سلسلة حلقات جديدة، الحلقة بعنوان آية في تأمل أو حكاية، وحابين نبتدي سلسلة الحلقات دي مع قدسك. أهلا بيكم. تعيش يا ابونا. أول آية اخترناها وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الآية دي موجودة في سفر التكوين. هل النجاح في حياتنا مقياس على إن ربنا معانا؟ هو في نوعين من النجاح، في نجاح مع ربنا وفي نجاح بعيد عن ربنا. زي ما في نوعين من الفرح، في فرح روحي وفي فرح عالمي. في نوعين من الحزن، في حزن روحي وحزن رديء. ففي حاجات كتيرة بتبقى متشابهة، في حكمة من فوق وحكمة أرضية. في نجاح في الدنيا، يعني واحد يعمل فلوس بيعتبر نفسه ناجح، واحد خد شهادات عالية كتير فمعتبر نفسه ناجح. هنا الإنجيل بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. القديس بولس كفيلسوف حطها في جملة جميلة قوي، قال ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل أني أحسب كل شيء خسارة من أجل ربح المسيح. يعني إيه؟ يعني موضوع النجاح ده نسبي. ممكن واحد يبقى فرحان قوي بالخدمة وناجح فيها، ده نجاح روحي. واحد نجح في التخلص من خطية، ده نجاح روحي. واحد نجح انه يكسب نفس، ده نجاح غالي جدا. يوسف لما اتقال عنه انه كان ناجح، تستغربي انها ما اتقالتش هو رئيس وزراء، اتقالت لما كان عبد. طب وايه قيمة واحد ينجح كعبد؟ يعني ايه الشطارة، ايه الجمال؟ يعني كأن الإنجيل عاوز يقول هو نجح إنه ما يتنزلش عن مبادئه وعن أخلاقه، ونجح إن العبيد يحبوه يحترموه بالرغم إن هم عبيد متعبين، ونجح إنه ما يقعش مع امرأة سيده بالرغم من الشهوة. اتقالت مرة تاني لما كان سجين، يعني هو نجح فترقى من رتبة عبد لسجين، ده عكس المنطق. يعني اللي ينجح يطلع طيب من العبودية ويتحرر، لا هو بسبب نجاحه بقى سجين. وبرضو اتقالت مرة تاني انه كان ناجح كسجين. يبقى نجح ازاي؟ نجاح نسبي انه بقى مسؤول عن المساجين، لكن نجاح روحي عمال يتقدم فيه انه ماسك في ربنا وبيصلي وما تنزلش عن مبادئه. النجاحات دي اللي هي كان شكلها محدود وقليل نتج عنها نجاح فجأة ضخم جدا. لما طلع يقابل فرعون انبهر بيه، هل احنا هنلاقي في مصر كلها واحد زي كده؟ ده اللي ينقذ مصر. وعملوا الرجل الثاني على مصر، وهو اللي أنقذ مصر من المجاعة وأنقذ يعقوب وعيلته. فالنجاح مرتبط بالحياة الروحية إذا كان في اتجاه روحي. يعني إيه؟ لو الواحد ماسك في ربنا بيصلي كويس ما بيتنزلش عن مبادئه، بينجح بالنسبة لربنا، بينجح انه يتمم إرادة ربنا، بينجح في كسب نفوس. وده النجاح الحقيقي اللي هيتوزن في الآخر. لأنه لو الواحد نجح على الأرض في الآخر أول ما بيخلص عمره انتهى نجاحه. إنما لو واحد نجح في السماء، الحقيقة لما بيخلص عمره ابتدى يشوف نجاحاته وأعمالهم تتبعهم. الرصيد بتاعه اللي في السماء ضخم قوي مستني، إنما الرصيد اللي على الأرض ده انتهى بحياة الإنسان. موضوع النجاح مهم بالنسبة للشباب، وعشان نغير اتجاههم بس بدل ما يركزوا على النجاح في الدنيا يركزوا على النجاح مع ربنا، عاوز الواحد يعيد حساباته كل شوي. النص الجميل بتاع إنجيل متى لا تكنزوا كنوزا على الأرض اكنزوا في السماء. على الأرض ينقب سارقون ويسرقون، في السماء ما فيش حرامية. وحيث يكون كنزك يكون قلبك. فساعات نقول للشباب شوف انت عاوز تنجح في ايه من الأول كده، لسه قدامك العمر، انت زي ما هتخطط هتمشي. لو عاوز تجيب عربية هتجيب، لو عاوز تعمل أسرة ممكن تعمل أسرة، لو عاوز تجيب فلوس هتيجي الفلوس، إنما في الآخر هتروح فين؟ فياريت الشاب من أول ما يتخرج كده يبقى باصص هو عاوز يوصل لإيه. عندنا وعد جميل بيقول هذه كلها تزاد لكم. نجاحات الدنيا بتتاخد على البيعة، الفلوس، المركز، يعني الإمكانيات، كل ده بيجي، اللي مش هيجي الملكوت. فالواحد لو ركز في نجاحه في الطريق الروحي
النجاح في الحياة بيجي لوحده. من سفر الحكمة الآية بتقول لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا. تتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا، دي بصراحة يا ابونا يعني الجزئية دي من الآية، يعني هل كلمة تتغاضى يعني يا رب انت بتطنش عن الخطايا شوية ومش بتعمل نفسك واخد بالك منها، ولا تتغاضى يعني ايه؟ لا، هي جت في سفر الأعمال نفس الكلمة، متغاضيا عن أزمنة الجهل. تغاضي ربنا مش مقصود بيه ان في حاجة بتفوت عليه، مش مطنش، انما مقصود مطول باله عشان عاوز الناس تتوب. فربنا من رحمته الواسعة بيدي زمان طويل للتوبة. فالتغاضي هنا مش معناه كأنه مش شايف، لا هو شايف ومتألم لكن مش واخد موقف، يعني واقف مستني لغاية ما نشوف آخر الناس دي. طبعا هو بسابق علمه بيبقى شايف كل حاجة، لكن مثلا تقدري تقولي ان ربنا تغاضى عن قسوة فرعون كذا مرة، ما حسبوش مرة من الأول. فرعون عند بدل المرة 10 مرات وغلط في حق ربنا كتير، فضل ربنا متغاضي مرة واثنين وثلاثة، لكن لما بقى يعني كمل فرصه عاقبه. قديس بولس كان شاول الطرسوسي وكان مجدف وكان مفتري، لو ربنا ما كانش متغاضي عنه بمعنى كان بيأدبه من الأول كان هلك، إنما ربنا فضل ساكت عليه فترة وهو بيفتري، وبعدين لما ظهر له شاول شاول لماذا تضطهدني وابتدى يفوق ويرجع. فهنا التغاضي معناه طول بال ربنا. أحيانا يجي شاب يقول في الاعترافات مثلا إنه حصلت لي حادثة كان المفروض أموت فيها بس أنا الوحيد اللي طلعت، وأنا كان المفروض أموت، ولو مت كنت هروح جهنم، وربنا ساكت عليا بقاله كذا سنة وأنا عمال ألخبط. فيجي وهو حاسس أنه لولا رحمة ربنا وأنه مطول باله وأن اداله عمر جديد، هو الحقيقة كان الطبيعي بتاعه كان هلك. كويس أنه فهم كده فتاب. فيبقى غرض التغاضي ده أو تأجيل العقاب هو كسب النفوس. عندنا قاعدة كتابية مهمة: الله يريد أن الجميع يخلصون. بنفس المعنى بطريقة تانية: لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. برضو عشان نكمل الصورة، قديس بطرس قال حاجة مهمة، قال في ناس بتقول ماله ربنا بطيء ليه، قاعد يقول جاي جاي ما بيجيش. فبيقول الناس فاكرة أنه بيقول كلامه خلاص. لا، ربنا لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ولكنه سيأتي. فإذا التغاضي معناه التأني، معناه طول الأناه بتاع ربنا، أنه مستني كل زمان التوبة. لكن لو الناس خلصت فرصها يبقى ما استفادتش من رحمة ربنا. معانا دلوقتي آيتين، واحدة من سفر المزامير، الثانية من رسالة القديس بولس للعبرانيين. الأولانية اللي من سفر المزامير بتقول الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الآية الثانية من رسالة القديس بولس حاسة أنها عكسها، بتقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. يعني أحتمي بالرب ولا خايف من الرب أن أنا أقع في إيده؟ لا، ما احنا لازم نفهم كل آية جت فين. يعني في المزمور بيتكلم عن الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. ربنا أب طيب، طبيعي نتكل عليه ونثق فيه، وفي آيات كتير قوي بالمعنى ده: إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا. الآية التانية بتتكلم عن لو واحد عاد ربنا، وقف في موقف عداء مع ربنا، فضل يعند ويعادي ويقسي قلبه، هنا مخيف هو الوقوع في يد الله. يعني ايه؟ يعني ربنا على قد ما هو طيب قوي، على قد ما هو إله عادل، فما تقعش مع عدله. يعني الواحد بيخاف طبعا من قوة ربنا. دي اتقالت بداية في العهد القديم لما كان الشعب اليهودي بيعند وبيكسر الوصية وبيعمل أوثان وبيعبد الأوثان عيني عينك، ومستهين برحمة ربنا وبحضور ربنا. فذكرها مرة تاني القديس بولس في العبرانيين زي ما انت قلتي، عشان يقول لنا بصوا زمان كانوا
بيخافوا ربنا ومع كده بيغلطوا وينسوا خوف ربنا. احنا في العهد الجديد خدنا امتياز، قربنا من ربنا قوي وبقينا، وقعد يعمل مقارنة. زمان كانوا واقفين تحت الجبل مرعوبين عشان يستلموا لوحي العهد، احنا المسيح وسطينا وبناكل جسده ودمه، كلنا بقينا كنيسة أبكار، عندنا دم عهد جديد يتكلم أفضل من هابيل. فبيقول بعد ده كله حاسبوا بقى لا نستهين بكلام ربنا ونضيع كل العز اللي احنا فيه. لو عملنا كده هنقع بقى تحت يد العدل الإلهي، ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي. فهنا الخوف يحتاج الإنسان المستهتر، الرجاء يحتاج الإنسان الضعيف اللي زينا. والإنجيل كله على فكرة بيدور حوالين الحتتين دول. في آيات مشجعة جدا زي الاحتماء بالله خير من الاتكال على البشر، وفي آيات تخوف قوي زي مخيف والوقوع في يد الله الحي. لأن الحقيقة عشان تبقى كاملة لازم نحط الوشين جنب بعض. ربنا يسوع طيب قوي وحنين قوي، وهو اللي حكى لنا مثل الابن الضال، ورانا قد ايه الأب بيفرح بابنه اللي راجع مهما كان افتر. دي تدي رجاء. ورانا في اللص اليمين قبلوا على جملة اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، تدي رجاء عالي قوي. ورانا كمان حنانيا وسفيرة قصة تخوف، 2 جايبين فلوس إنما بسبب الرياء والكذب اللي جواهم ماتوا وهلكوا. تورينا يهوذا اللي هلك، حاجة تخوف، واحد عمل معجزات وعاش مع المسيح 3 سنين وهلك بسبب عنده. تورينا شعب إسرائيل اللي شاف معجزات بشعر راسه وكان شايف المسيح عمود سحاب وعمود نار وفي الآخر هلكوا. أغلبهم لم يصر الله. فمخيف هو الوقوع في يد الله الحي هي رسالة لكل واحد فينا لما يتدلع ويتهاون ويستهتر ويقول يعني ربنا هيعمل فيا ايه. احكي لك حكاية عشان موضوع الحكايات، قريتها في كتاب أجنبي. راجل كان عنده ولد شاب سنه 18 سنة، والراجل ده كان واقع في خطية اللي هي بنسميها البورنوجرافي، اللي هو يقعد يتفرج على أفلام وحشة يوميا زي المدمن كده بالساعات، وعايش في بلد أجنبية. وبعدين الراجل ده كان ضميره بيشكشكه كل شوية. هو كان مسيحي بس ايه مش واخدها جد، عارف اللي بيعمله في نظر المسيح زنا. فكل يوم يفتح وبعدين يبقى متضايق وبعدين ينسى نفسه ويقعد قدام الكمبيوتر بالساعات وفي يوم من الأيام هو اللي كتب القصة دي. قال ايه وهو يعني لسه داخل على السايتس الوحشة دي، قال في باله يعني يا رب هتعمل فيها ايه، يعني هتاخد ابني يعني. هو قال كده. في التاني يوم كان ابنه مسافر بالطيارة، طيارة صغيرة كده، الطيارة وقعت وابنه مات. فكتب القصة عشان تحت العنوان ده مخيف والوقوع في يد الله الحي. قال في اللحظة اللي أنا دخلت في حتة لا تجرب الرب إلهك، يعني زي اللي بقوله يعني هتعمل لي إيه، دخل كده بشكل عند، فلقى إنه يعني تأدب تأديب شديد قوي. هو تاب بعدها ويجوز ابنه دخل السماء لأنه ابنه كان بريء، بس كان تأديب صعب. فيعني الخوف يحتاج الإنسان المستهتر. قصة جميلة بس مؤثرة قوي يعني. ربنا يستر على الكل ويرحم الكل. الآية اللي بعد كده من إنجيل متى، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لأي مدى نتكل على ربنا؟ هل نتكل عليه في كل حاجة وما نعملش دورنا؟ لأن في ناس كتير دايما بتقول إيه سيبها على ربنا وما بتعملش اللي عليها. فإزاي نحط هنا الاتكال على ربنا بس بحدود يعني؟ بصوا في الأول نتفق على قاعدة، آية واحدة ممكن تقدم مفهوم ناقص، لأنه لو بتقولي الدور بعدها على طول بيقول احملوا نيري عليكم، فيبقى في دور. لكن خلينا نفهم الآية في معناها الأول. تعالوا إلي جميع المتعبين. في واحد تعبان من مشاكل في بيته أو مشاكل في شغله، في واحد تعبان من خطية، في واحد حمله تقيل من مرض، تعبانين وثقيل الأحمال. من أكتر المتاعب والحمل التقيل الذنب، إحساس الذنب ده حمل تقيل قوي. فربنا حطها بشكل عام، أي تعب وأي حمل تقيل أنا هشيله عنك. التعب ده قلة مشاكل أو خطايا أو ظروف ضيقة، أمراض، إحساس حتى ذنب، أنا هشيله.
وأنا بركز على إحساس الذنب لأنه فعلا في ناس كتيرة المشاكل بالنسبة لها أسهل من إحساس الذنب. يبقى عاملة زمان والذنب مموته، مش مخليه عارف يعيش. وقد يكون الخطأ اللي هو تعبان منه ده يمكن مش مقصود أو يمكن كان صغير، بس هو الفكرة مسيطرة عليه إنه عاملة كبيرة. فدي تعباه قوي. لما بيروح للمسيح ويتمتع بغفران بجد ويحس إن ربنا بيحبه وبيقول له اللي فات مات وما تبصش ورا وخلاص القصة خلصت، خطاياكم لا أعود أذكرها. لو تأكد من الغفران بيبقى زي اللي شايل شيلة ورماها، فإحساس مريح جدا. أولا مجرد أنه يروح للمسيح ده دور، تعالوا إلي دي ما هي ده دور. تعالوا يعني صلوا، تعالوا يعني روحوا الكنيسة، تعالوا يعني امسكوا الإنجيل، تعالوا يعني الجأوا لي. ففيها دور، ما نقدرش نلغي أن فيها دور. بعدها على طول يقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. هنا ربنا بيشيل الحمل التقيل وبيحط بداله حمل، بس قال عليه حملي خفيف. يبقى ربنا هيشيل تهمة الذنب وثقل المشاكل والتجارب والأمراض والخوف والقلق، كل دي حاجات تقيلة قوي. هيحط بدلها الوصية، حب الناس، هيحط بدلها الصلاة، هيحط بدلها الخدمة. بالنسبة للحمل الأولاني الحاجات دي أخف. يعني ساعات الناس تبص على خادم تعبان في خدمته، أو واحد بيصلي كتير رجليه وجعاه من الصلاة، أو صايم جامد فصحي يعني بيتعب. إنما التعب ده لا يقارن بالهم والغم اللي مرتبط بواحد بعيد عن ربنا. يبقى في الحالتين في تعب، بس التعب اللي مع ربنا نيري هين حملي خفيف. والغريب تجدوا راحة لنفوسكم مش لأجسادكم. يعني يبقى الواحد جسده تعبان لكن نفسيته هادية. فتلاقي الشخص الروحاني مش متدلع في جسده، يسهر ويصوم ويصلي ويتعب في الخدمة لكن نفسيته مرتاحة. التاني بقى نفسيته تعبانة، حتى لو نايم على سرير بس هو نفسيته تعبانة من اللي جوه دماغه، من الهم والغم والقلق والذنب والحاجات دي. فمجرد ان انا اجي للمسيح دي لوحدها فيها خطوات، فيها التزام. وبعدين ممكن ما تخلصش في مرة، يعني دي عملية مستمرة. تعالوا دي مش موقف واحد، ما احنا كل يوم هيبقى في حمل جديد بينضاف عليه، في أزمة جديدة، في مشكلة جديدة لازم أروح أسلمها للمسيح. وهنا احنا ساعات بنغلط غلطة، ان احنا لما نروح لربنا ونبقى شايلين شيلة ندخل ونطلع شايلين نفس الشيلة، وربنا يبقى عامل زي ايديه كده، هات يا حبيبي اشيل عنك، وانا واقف له كده باصص له كده يعني سوري بغباء، واطلع من الصلاة زي ما دخلت. المفروض لما ادخل الصلاة اول حاجة اعملها ارمي الحمل، شيل. زي لما تشوفي طفل مثلا طالع من المدرسة او الحضانة وابوه او جده على الباب مستني، تلاقي اول حاجة العيل الصغير يعملها وهي الشنطة بتاعته ما تجيش نص كيلو، يعني خد يا جدو شيل. وبعد ما يشيل يقول له طب مش هتشيلني؟ يعني هو كمان عاوز يتشال. الحقيقة الطريقة دي صح بالنسبة للحياة مع ربنا، ده انا هحط حملي وبعدين اقول له وشيلني انا كمان، انا برضو صغير. فمهم ان الواحد ما يطلعش من الصلاة غير لما يحس بالراحة. طالما دخل يصلي وعنده مشكلة او في حاجة تعباه، لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني. انت وعدت ان انا اجد راحة لنفسي، انا عاوز الراحة دي من فضلك. مستعد تقول لي اطلع حب الناس هحبهم، نيرك هين وحملك خفيف، بس انا عاوز اطلع من غير حمل تقيل. من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي: ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. ازاي اقدر اسمع صوت ربنا في وسط الاصوات العاليه الكتيره قوي اللي حواليا؟ الآية دي اتقالت في الرؤيا، رؤيا 3، لملاك كنيسة المسيح له المجد شاور له على غلطة كبيرة اسمها الفتور. الفتور الروحي ببساطة معناه واحد بطل يسمع صوت ربنا، سامع صوت الدنيا، سامع صوت عقله، ماشي بمزاجه،
لأنه في أول الكلام في أول الباراجراف ده يقول له ليتك كنت باردا أو حارا ولكنك فاتر، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، ولست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان وأشير عليك. وابتدى يديله وصفة يطلع من الفطور إزاي. آخر الكلام عشان ما يصعبش عليه قال له إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب، ها أنا واقف على الباب. يبقى الكلام هنا لواحد واقع في الفطور الأول. فخلينا نميز الحالة. حالة الفطور بتحصل معنا كلنا، أن الواحد يفقد الحرارة، يبقى بيصلي من غير نفس، يبقى بيخدم من غير حماس، يبقى مستثقل مشوار الكنيسة، فيبقى الحكاية ملهاش طعم. الفاتر ده حاجة ملوش طعم، ملوش درجة حرارة. أولا الحالة دي خطر، رغم أن أغلب الناس بتدخل فيها ومش حاسة بالخطورة، بس تعبير أنا مزمع أن أتقيأك ده يخوف. المعنى الثاني هنا في الآية أنه واضح أن الفاتر مش سامع، فهو بيقول له حبيبي أنا عمال أخبط عليك، بس بسبب الفتور، بسبب التهاون ده أنت مش سامعني. ودي باينة قوي في قصة سفر نشيد الأنشاد، نفس الوصف ده بس بين عريس وعروس أو بين غزال وغزالة في النشيد 2 بالذات. يقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، رأسي امتلأ من الطل قصصي من ندى الليل. فهي التانية تقول له ايه، قد غسلت ثيابي فكيف أوسخهما، يعني أنا لسه هقوم وافتح الباب. واحد مش هو ده الفطور بعينه، واحد مستكتر لسه هصلي، لسه أعمل مطانية، هفتح الإنجيل وأقعد أقرأ وذاكر، ما فيش نفس. وبعدها يقول حبيبي يتحول وعبر، يعني زي اللي زعل بقى ومشي، وطلعت زي المجنونة تدور عليه واتبهدلت شوية، وبعدين مسكت فيه وعرفت بقى ايه انها ما تسيبوش تاني. زي ما انت سألتي كده، هو غالبا اللي مش مخليني اسمع صوت ربنا اصوات تانية، اولها صوت عقلي، مخي بيقول لي وراك كذا وراك كذا وراك كذا، فربنا عمال يقول لي حب اخوك، يا ابني اقعد معايا، يا حبيبي ما وصلتش، يعني يفضل يقول لي حاجات انا مش سامعها، انا مركز مع دماغي، صوتي انا هو اللي عالي. ده اول صوت واصعب صوت الحقيقة، صوت الذات او صوت الانا او صوت العقل، واغلب الناس مش سامعة غير صوت نفسها. وعشان كده المسيح قال اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه. ينكر نفسه يعني يبطل يسمع دماغه، يبطل يمشي ورا ذاته، ذاته دي هتضيعه. ينكر نفسه وبعدين يمشي وراه، يشيل صليب ويتبعني. تاني صوت عالي هو صوت الناس. في واحد مش بيمشي بدماغه بس بيمشي بدماغ الناس، عاوز يرضي كل الناس وناسي ربنا. وطبعا زي ما قال القديس بولس، لو كنت بعد أرضي الناس لن أكن عبدا للمسيح، لأن عشان أعجب كل الناس هضطر أكذب، وهضطر أقع في الرياء، وهضطر أشتم وأحلف وخاصم، الناس ما بيعجبهاش غير كده. ساعات يبقى صوت ثالث عالي هو صوت الشهوة، شهوات الجسد يبقى صوتها عالي، فالواحد يبقى ماشي أخطيط زي الحيوان كده، يعني منقاد ورا جسده، هو ده الصوت اللي بيحركه، وناس إن في صوت الروح القدس، الروح يشتهي ضد الجسد. ساعات يبقى صوت الفلوس، الفلوس صوتها عالي في الدنيا، فتلاقي اللغة المال دايما واكلة عقل الناس، فالحسابات طول النهار في دماغه لدرجة انه مش شايف غير فلوس. ممكن عمره يروح، صحته تروح، بيته يخرب، وهو عمال يجري زي المجنون ورا الفلوس. كل دي أصوات عالية قوي. يضاف ليها في الزمن الصعب بتاعنا ده أصوات الميديا بقى، مع احترامنا للميديا يعني، إنما صوت الميديا دلوقتي بقى مشكلة. في ناس بتصحى وتنام على الفيسبوك وعلى التلفزيون وعلى اللابتوب وعلى الانترنت وعلى الموبايل، لدرجة مش واخدين بالهم كلوا ولا ما كلوش، ما بيقولوش حتى صباح الخير للناس اللي عايشين معاها، مش مركزين صلوا ولا ما صلوش، بقت الحياة مكنة. طبعا كل دي أصوات مخيفة، لو الواحد استسلم للأصوات دي هيضيع عمره. عشان كده الكلام كان فيه شدة في الحالة دي، لما قال له أنا مزمع أن أتقيأك، وقال له أنت مش واخد بالك أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان، يعني فوق موضوع خطر.
فلما الواحد يبقى مش سامع صوت ربنا لازم يخاف على عمره الأبدي، يعني حياته الأبدية، ولازم بسرعة يفرمل ويفضي نفسه عشان يسمع ربنا. هديكي مثل أو حكاية من العهد القديم. إيليا شخص يسمع صوت ربنا كويس جدا، لأنه كان الكلام قال الرب لإيليا كده على طول، كان صوت الرب لإيليا، ناس يعني أصحاب كده. إيزابيل مرة بعتت له رسالة إنه أنا هموتك زي ما موتت أنبياء البعل. نفاجأ إنه صوت إيزابيل أعلى من صوت ربنا، خاف، وبقى الكلام اللي هي بتقوله رعبه وهزه، يعني إيليا ده جبار ولسه منزل نار قبلها بيوم، إنما طلب الموت لنفسه. طب ما تسأل ربنا، طب ما تسمع صوت ربنا صاحبك. في اللحظة دي قفلت معاه، وبقى يأكل وينام ومفيش غير حاجة واحدة معلقة في دماغه، أنا موت أحسن. إيزابيل قالها تموتني. أم ربنا قال له إيليا تعالى الجبل، تعالى لي، لا ما ينفعش كده، خطر عليك كده. سحب 40 يوم لغاية جبل الله حريب، ابتدى يكلمه، مالك ها هنا يا إيليا؟ فقال له أصل قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. قال له موضوع بسيط خالص، أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله، وبعدين ارجع تاني اعمل إليشع نبي ليك واعمل فلان ملكه. يعني هو كان مضطرب ومنزعج لأن صوت التهديد هو اللي شغله. أول ما سمع صوت ربنا رجع له سلامه ورجع له قوته تاني، ولقى الموضوع يتحل ببساطة. ففي رأيي الآية دي بتنبهنا للخلوة، ولأن الواحد لازم يتلمس صوت الله. صوت ربنا ساعات يجي لنا عن طريق آية، موقف، شخص، حكاية، تمشية هادية كده، ضميري يقول لي حاجة، لكن الواحد عاوز يركز شوي. من سفر المزامير: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. أبونا، هل كل التجارب من عند ربنا؟ القديس يعقوب قال لنا في نوعين من التجارب. أول نوع قال عليه احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. هنا التجارب بمعنى الآلام بكل أشكال، ظلم، مرض، حادثة. قال افرحوا لأن امتحان إيمانكم ينشئ صبر، والصبر يبقى له عمل تام ويجيب حكمة ويجيب تواضع، وقعد يحكي حاجات حلوة كتير قوي. الجزء اللي بعده على طول في يعقوب 1 يقول لا يقل أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. ما أنت لسه بتقول اقبلوها من ربنا واستفيدوا منها وتجيب صبر وحكمة وتواضع وصلاة وكل حاجة. دي غير دي. تبان في اللغات التانية، يعني في الإنجليش الأولانية ترايل، التانية تمبتيشن. الأولية اختبار، التانية إغراء، بس الاتنين في العربي بيطلعوا بكلمة تجربة. فكلمة التجربة أحيانا يفهم بيها التأديب، يبقى من ربنا على طول. لكن لو فهم من كلمة تجربة الخطية يبقى مش من ربنا، لأنه ما يصحش أقول ربنا خلاني أغلط، لا، حاشا، الله صانع خيرات مش صانع شرور. فبيقول محدش يغلط ويقول ربنا خلاني أغلط، لا. ممكن تقول ربنا أدبني أو جاب لي مشكلة أو وجعني، صح، لأن ربنا ممكن يجيب صليب لولاده لأنه شال الصليب، لكن ربنا مش هيجيب خطية لولاده لأنه لا يخطئ. فإذا فاهمين التجربة بمعنى الوجع تيجي من ربنا، واخدينها بمعنى الخطية ما تبقاش جاية من ربنا. عموما كلمة تأديب تمشي مع المعنى الأولاني اللي هي معنى الألم، يبقى تأديبا أدبني الرب، يبقى كل ألم في حياتنا بسماح من ربنا، وكل ألم أو تجربة أو ضيقة بالمعنى ده لخلصنا مش ضد خلصنا. مثل حكاية أيوب، مثلا أيوب جات له تجربة أو تجارب الحقيقة قاسية أو شديدة جدا، وأي حد يتخيلها يحس أنه ده كتير قوي. يعني واحد يخسر كل حاجة وبعدين يخسر عياله وبعدين كمان يخسر صحته ورا بعض وهو إنسان كويس، صعب. في الأول أيوب فضل متماسك
وقال الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، الرب أعطى الرب أخذ يكون اسمه مبارك. بعدين ما استحملش، ما قدرش على كل ده، فابتدى يشكي. قال له بتعمل فيا ليه كده بقى؟ انت غلطان في اللي عملته، انت ظالم. طبعا في آيات تؤدي المعنى ده. ربنا فضل ساكت ومحتمل الشكوى والاعتراض والتذمر لأنه فعلا تعبان قوي، بس ربنا كان بيعالجه. طلعت إنها مفيدة. كان بيعالجه من إحساسه إنه أحسن من كل الناس. أيوب على قد ما كان ملتزم في كل حاجة، كان في عيب وحش، إنه دايما شايف نفسه أحسن من الناس، أبر حتى من الله. ده اللي قاله له بقى الشاب الحكيم اللي جه في آخر المناقشة يقول له بصراحة أنت غلطان يا أيوب، لأنك حاسب روحك أبر من الله. أنت شايف نفسك أنت صح وربنا غلط. ده إيه الكبرياء ده كله؟ ربنا بقى ابتدى يحايله في الآخر ويقول له يا أيوب أنا بحبك، بس أنت كنت فين لما أنا عملت كل الدنيا؟ أنت فاهم إيه في حكمتي وفي تصرفاتي عشان تحكم علي أن أنا ظالم؟ وفضل بقى يحايله لغاية ما أيوب اعتذر تماما وتاب، وبعدين ربنا عوضه ورفع التجربة. إذن أي تأديب غرضه خير. وقالها القديس بولس أي ابن لا يؤدبه أبوه، وإن كنا بلا تأديب فنحن نغول لا بنون. يعني لو ربنا ما أدبناش يبقى احنا مش عياله، لكن لو عياله لازم يأدبنا عشان نتربى ونطلع كويسين. فالتأديب دايما علامة حب مش علامة وحشة، حتى لو بيوجع. طب ما احنا ياما وجعنا عيالنا شوية عشان يطلعوا كويسين. معنا آية موجودة في سفر الأمثال وفي رسالة يعقوب وفي رسالة بطرس الأولى: تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. في أوقات كتير قوي يا ابونا الأغلبية بتخلط بين الكرامة والكبرياء. هو ايه الفرق بينهم؟ أنا عاوز أقول لك أنا نفسي بخلط يعني. شوفي أقول لك حاجة، في رأيي إن هم غالبا بيدخلوا في بعض في أغلب الحالات، لكن الكرامة الحقيقية لأولاد ربنا مركزهم عند ربنا. الشخص الروحاني ما يدورش على الكرامة لأنه مطمن إنها مستنية في السماء. هو كفاية إنه بيقول أبانا الذي، دي أعلى كرامة ممكن ياخدها إنسان. إن أنا أكلم ربنا أقول له أنت أبويا، وفي كرامة أعلى من كده؟ إن أنا بخدم ربنا وفي كرامة أعلى من كده؟ إن جوايا روح ربنا، ما دي كرامة كبيرة أوي. كون الناس بقى تشتمني أو تمجدني ده كلام فاضي. فالكرامة في عرف الناس هي الحتة دي بتاعت رأي الناس إيه. فالإهانة عكس الكرامة. بالنسبة لأولاد ربنا سيان، إهانة زي كرامة مش فارقة. ليه؟ لأن عندهم كرامة محفوظة في السماء. الآية دي بتركز على التواضع، بتقول تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين، فتواضعوا تحت يد الله القوية. التواضع مش قلة كرامة، التواضع معناه ببساطة واحد شبعان بربنا قوي وشايف ربنا كبير قوي وهو صغير قوي، يحب كل الناس ويحترم كل الناس ويقدر كل الناس ونفسيته حلوة ومظبوطة وكل حاجة، لكن لا يفتخر إلا بالله. ما عندوش حاجة يفتخر بيها غير ربنا. المتواضع شبه المسيح. ربنا يسوع هو أصل التواضع كله، عشان كده قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. لو سألتي المسيح له كرامة ولا ملوش كرامة؟ له كل الكرامة والمجد والبركة، لكن على الأرض الحقيقة ما كانش مكرم، كان بيتهان كتير. هل دي أثرت على كرامته؟ احنا بنقول له سكتت يجوم لك الكرامة. إذا احنا عاوزين نتشبه بالمسيح المتواضع اللي مش بيجري ورا الكرامة. زي ما واحد من القديسين قال اللي يجري ورا الكرامة تجري منه، اللي يجري منها تجري وراه. المتواضع شخص مشغول بربنا طول الوقت، بيحبه فرحان بيه، فلما تجيله كرامة يدلقها على المسيح، ولما تجيله إهانة ما تعبتوش لأنه هو مستخبي في ربنا. عشان كده القديس بولس يقول بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، يعني كله زي بعض، كله محصل بعض، لكن كله مركز في خدمته.
تسربلوا بالتواضع. عشان الواحد يبقى متواضع بجد في على الأقل 4 حاجات مفروض يعمل. ينسب كل شيء لله، كل حاجة حلوة ليه الشكر. اللي يشكر كتير يبقى لابس التواضع زي التوب، يبقى فعلا بيحط الكرامة لربنا مش لنفسه. تاني حاجة يعملها يسمع الكلام. الشخص المطيع متواضع، والمطيع الكرامة مش شغلة، لأنه اللي شغله أنه ينفذ الوصية. ثالث حاجة يعملها المتواضع أنه يتوب. الشخص المتواضع دائم التوبة، عمال يجهز نفسه للسماء، دايما بيفحص نفسه. عشان كده تلاقيه ما يقعش في الإدانة، لأنه هو عمال يصلح في روحه، مش فاضي يصلح حد دلوقتي. كمان المتواضع قلنا بيشكر ويطيع ويتوب. المتواضع باصص على المسيح طول الوقت، تلميذ لربنا، لأنه مشغول بربنا يسوع فبيتعلم منه. عكس كده بقى المتكبر لا يعرف يشكر ولا يعرف يقول حاضر ولا يعرف يتوب، وناسي المسيح خالص. فالآية دي بتركز على التواضع. أما الكبرياء والكرامة فرأيي إن هم قريبين لبعض في المعنى، لكن الشخص المتواضع ربنا بيديله كرامة أعلى من الملائكة، لأنه بيبقى شبه المسيح. في آية جميلة قوي في سفر أرمية بتقول: شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، لينكروا لأنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء. عايزين نسمع من قدسك أمثلة عن الأبار المشققة في حياتنا. زي إيه؟ شعبي عمل شرين. الشر الأولاني تركوني، الشر الثاني ذهبوا لينقروا لأنفسهم آبارا. يعني ترك المسيح ده شر، وإن أنا أدور على السعادة بالراء والراحة والحياة والأبدية ده شر أكتر. الآبار المشققة يعني عارفة لما يحفروا بير ويتعبوا قوي وفي الآخر ما يلاقوش نقطة مية، بيكونوا بقى تهدوا وتعبوا، وممكن يكونوا ظرفوا كتير قوي، يبقى شيء محبط جدا. تشبيه جميل ليه؟ لأن هي الدنيا كده بالظبط. في واحد يفضل مثلا 30 سنة عاوز يوصل لرقم معين في البنك، عاوز يعمل مبلغ، ويعيش في الموضوع ده بطريقة يعني واكلة قلبه وعقله، مش واخد باله بينام امتى بياكل امتى، مش مركز في بيته كان له بيت، يعني ملوش في الكنيسة وربنا، هو في عاوز يوصل للبير ده. وبعدين أول ما يوصل له يلاقي الدنيا فراغ، يحس أنا ضيعت 30 سنة. أحكي لك حكاية. أفتكر شخص مرة جالي منهار في البكاء، لأنه قال لي الجملة دي، قال لي أنا بقالي 25 سنة عايش، مش لازم أقول البلد، في بلاد في الخليج، عاوز أوصل لرقم معين وعاوز أجيب لعيالي حاجات معينة، وبعدين وصلت وراجع بعد 25 سنة حاسس ان انا عملت اللي كنت عاوز اوصل له. انا رجعت لقيت عيالي مش عيالي، ورجعت لقيت بيبصولي من فوق لتحت، انت مين؟ احنا مش عارفينك. ولقيت حتى مراتي نفسيا قافلة مني، ولقيت ان انا ضيعت عمري في وهم كبير قوي، لا الفلوس مالية عينيهم ولا بقيت زوج ولا اب، وحسيت ان انا خسرت كل حاجة. قال لي طبعا كنت ناسي ربنا، وكنت الموضوع زي الإدمان بالنسبة لي، عمال أجيب فلوس بأي طريقة، واكتشفت إن كل حاجة راحت. طبعا في واحد تاني قال لي قبلها بسنة قبل ما أرجع كل الفلوس حطيتها في حاجة، راح تعب 20 سنة. يعني بأشكال مختلفة بيكتشفوا حكاية الآبار المشققة. ودي يعني قالها سليمان الجامعة لما قال ان في واحد يفضل يتعب وفي الاخر كل تعبه يروح عليه، لانه آبار مشققة. في تعب بقى ما يروحش، اللي هو تعب الصلاة، تعب المحبة، تعب الخدمة. تعبكم ليس باطلا. اللي بيتعب في حب الناس ده كله بيتخزن في السماء، لكن اللي بيتعب عشان يجيب فلوس آبار مشققة. نوع تاني من الآبار المشققة المراكز. في واحد مش الفلوس اللي شغلاه، بس اللقب فارق معاه. أذكر زمان لما كنت طبيب وكده، وكنا داخلين مؤتمر علمي،
لقيت خناقة دبت بين أساتذة كبار عشان الجمعية بتاعت الأمراض الفلانية وبتاع. فبسأل دكتور جنبي يعني هما بيتخانقوا ليه؟ يعني أنا مش فاهم، لا مش بيتخانقوا حتى في قضية علمية يعني كلها حاجات كده. قال لي هما بيتخانقوا عشان النعي. ما فهمتش. قلت له يعني ايه عشان النعي؟ قال لي عشان لما الواحد منهم يبقى مرحوم وينزل في الأهرام نعيه يطلع رئيس الجمعية. فأنا اكتشفت انه بيضحك او بيهرج، بس الحقيقة هو معاه حق. هما بيتخانقوا على لقب، بيحاربوا يعيشوا سنين في الحرب دي عشان مين اللي ياخد اللقب. واللقب هيطلع ايه؟ النعي العمود بتاعه في الأهرام بدل ما يبقى كده هيبقى أطول شوية عشان هيتحط اللقب أكتر شوية. ادي كل اللي هياخدوه. فشيء يعني زي الشيطان فعلا بيسرح بالناس وبيضحك عليهم. ضيعوا العمر في خناقات فارغة لمجرد لقب. طب هو اللقب ده هينفع الواحد فيه بعد ما يمشي؟ فده نوع تاني من الآبار المشقق. في بئر تاني مشقق هو الانتقام. في ناس عايشة عشان تنتقم، عايش لأنه متغاظ من ناس زي الطار عندنا في بلادنا، كل هدفه في الحياة انه ينتقم او يشوف فيهم يوم. آبار مشققة لا تضبط ماء. هل ده بيدي سعادة؟ لا. هل ده بيخليه ينام مرتاح؟ لا. هل ده يدخله السماء؟ طبعا لا. هل ده يخليه مركز في بيته؟ برضو لا. هل ده يخليه عايش طبيعي؟ برضو لا. يبقى آبار مشققة لا تضبط ماء. فأي هدف غير الحياة الأبدية هي آبار مشققة. وأي شخص غير المسيح يبقى فراغ، يبقى وهم كبير. صدقيني حتى في العلاقات الإنسانية ساعات، بس يا رب يفهموها صح الحكاية، بنت تبقى مستنية الجواز كأنه أهم حاجة في الدنيا. للأسف احنا الكالتشر المصري بيربي البنات كده ان الجواز ده أهم حاجة وينسيهم السما ساعات، وبعدين تتجوز وتلاقيه مقلب، فتحس انها دخلت في آبار مشققة. هي عايشة 20 25 30 سنة هو ده حلمها الوحيد انها تتجوز، وبعدين لقت انها مش شبعانة بالحب، يطلع جوزها مثلا اناني او قاسي وتطلع انه مش هو ده اللي كان نفسها فيه، فتحس بفراغ فظيع لانها فضلت تحفر 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 وفي الاخر ما فيش نقطة مية. فاحنا الجواز مقدس وهدف حلو، لكن ما يجيش مكان المسيح، يجي بعد ربنا يسوع. الحياة الأبدية هي الهدف، المسيح هو العريس الأولاني، بعد كده يجيب عريس من طرفه خير، لو ما جابش برضو خير. فتركوني هي المشكلة. لو الإنسان مش سايب المسيح هينجح في شغله وينجح في بيته وينجح في علاقاته، بس يفضل ما سابش ربنا هو الكل في الكل. آية جميلة قوي في سفر المزامير بتقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. هل العطاء لازم يكون في الخفاء يا ابونا؟ لأن في ناس بتفتخر إنها بتدي وبتقول إن أنا عطيت وبتقول إنها بتدي للمساكين. هل الناس دي كأنها ما عطتش حاجة؟ يعني اللي عطى زي اللي ما عطاش مدام قال؟ مرة قديسة اسمها أمنا سارة أظن قالت ادي حتى لو كنت عاوز الناس تعرف، لغاية ما تحب العطاء وتدي من غير ما الناس تعرف. أو قالتها بطريقة لطيفة، لو اديت باليمين والشمال شايف كمل لغاية ما اليمين يدي والشمال ما يشوفش. يعني ايه؟ مش عاوزين نوقف العطاء خوفا من الناس، لأنه العطاء في ذاته بركة، لكن كوني بدي بس عشان الناس تمدحني، تعبير المسيح واضح، قد استوفوا أجرهم. لو أنا بعمل الخير عشان يمجدوني أخاف أبقى حنانيا وسفيرة في الآخر، ما هم جايبين شوية فلوس عشان الناس تسقف لهم، لكن مش في قلبهم حب لربنا. والإنجيل بيقول المعطي فبسرور، يعني الواحد وهو بيدي لربنا أو بيدي للفقراء لازم يبقى فرحان لأنه هو اللي كسبان. فسؤالك أنه واحد بيدي وغرضه الناس تمدحه، في رأيي لازم يكمل يدي لكن ينقي الغرض، مش يبطل يدي. يعني يحاول أنه يراجع فكرة كفاية ربنا شايفني، ده أهم من الناس. الناس النهاردة تمدحني بكرة هتشتمني،
أو هيمدحوني لحظة وهينسوني بعد كده، خدت إيه يعني؟ استفدت إيه من شوية كلام فارغ يعني؟ لكن ربنا رأيه أهم حاجة. وبعدين الوعد الجميل اللي ابتديتي بيه، في يوم الشر ينجيه الرب، يعني ربنا هيعمل لي زي خاطر لأني حبيت المساكين، فلما أدخل في تجربة صعبة هيقف معايا. أذكر مرة راجل أعمال محب للعطاء، فحكى لي القصة دي. قال لي أنا كان علي أدفع زيادة عن 1,000,000 جنيه في الأسبوع ده، ومش معايا منهم غير 100,000 وما تتحلش. فأنا قلت أعمل إيه؟ قلت له بص يا رب، أنا كده كده أنت وعدتني إن في يوم الشر تنجيني، وادي 100,000 للفقراء. يعني حتى 100,000 مش حطها عشان يبتدي يقسط 1,000,000، قام خد 100,000 كلها واداها للفقراء. قال لي في نفس الأسبوع قبل ما يخلص الأسبوع فوجئت إن أنا كان في فلوس كتيرة قوي بره، وأنا بقالها سنين ما بترجعش وأنا ناسيها، فضلت تيجي بطريقة غريبة جدا من كل المصادر، وفجأة عديت 1,000,000 المطلوب مني في نفس الأسبوع، واتحلت الأزمة اللي أنا ما كنتش شايف لها حل أبدا. فربنا يعني صادق جدا في وعوده، من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد. أما حتة الناس عارفة أو مش عارفة، طبعا الخفاء حلو، والمسيح له المجد وصانا على الحتة دي، قال متى صنعت صدقة لا تبوق قدامك كما يفعل المراؤون، حق أقول لكم قد استوفوا أجرهم. متى صنعت صدقة لا تعرف يمينك ما تصنع شمالك، لأن أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. لو أنا مركز على اليوم الأخير ووقفتي قدام ربنا ورأي ربنا فيا، ويا ترى شايفني عملت حاجة لولاده الفقراء، لو الحكاية دي شغلاني ولا هيفرق معايا مين عارف، وهبقى عاوز أخبي بقدر الإمكان. طبعا في ناس بتتفنن في العطاء في الخفاء من حكمتهم، يعني ممكن يبعتوا البركة مع حد ما يكونش يعرفهم ويوصلوه، عشان حتى يمكن الكاهن ما يعرفش مين اللي بعتها، من كتر حبهم في ان هم يستخبوا تماما. من رسالة القديس بولس ده قال لروميا: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. صابرين في الضيق ماشي، مواظبين على الصلاة لازم نصبر علشان دي تعدي، لكن فرحين. بص، اللي يواظب على الصلاة يعرف يفرح، بس خلي بالك من حكمة القديس بولس، ما قالش فرحانين وبس، قال فرحين في الرجاء. الرجاء معناها توقع الخير من ربنا، انتظار خبر حلو. الرجاء وضع واحد دايما منتظر حاجة حلوة، فاللي منتظر حاجة حلوة بيبقى فرحان. والكتاب المقدس بيقول لأننا بالرجاء خلصنا، يعني احنا لسه ما دخلناش السماء، لكن عندنا رجاء ندخل السماء، وبهذا الرجاء احنا فرحانين. عندنا رجاء في رحمة ربنا، صعيب نغلط، بس عندنا رجاء ان ربنا برحمته الواسعة هيشيلنا من خطايانا ويدخلنا السماء. عندنا رجاء في المشاكل ان ربنا هيتدخل ويقلبها خير. أنتم قصدتم بشرا الرب قصد به خيرا. الرجاء دايما توقع الخير حتى من الشر. لما يكون الموضوع ده مسيطر على دماغي هبقى فرحان. برضه أحكي لك حكاية. بنت من بناتنا راحت السماء قريب، وكانت بنت قديسة، يعني كان عندها نوع من أنواع السرطان بقاله سنين، وهي شابة صغيرة وما اتجوزتش، وكانت خادمة محبة لربنا جدا. إنما عدت بمرحلتين. في المرحلة الأولى كان عندها رجاء إنها تخف، وكانت فعلا إيمانها قوي إن ربنا ممكن يعمل معجزة. وبعدين يصعب عليها شوية لما تدخل في كيماوي وتدخل في الشغلانات دي والحاجات دي، وترجع تصلي تاني تقول لا أنا متأكدة ربنا بيحبني وسامعني. وبعدين على النص التاني من التجربة ما بقتش بتطلب الشفاء، بقى عندها رجاء إنها تروح السماء. الغريب إنها طول ما كان عندها رجاء في الشفاء كانت تطلع وتنزل. يعني إيه؟ شوية فرحانة مطمنة، وشوية متضايقة ومتغاظة من المرض ومش قابلاه. لما قلب الرجاء أنا رايحة السماء بنعمة ربنا،
مع ان المرض شد والدواء ما بقاش يجيب نتيجة والموضوع عمال يزداد وجع، بقت فرحانة طول الوقت، لأنها خلاص كل اللي شاغلها أنا هشوف المسيح. وحتى لما حد كان يقول لها لا بنعمة ربنا تخفي، تقول له لا مش عاوز أخف، أنا عاوز أروح السما، مش فارق معايا أخف، أنا فعلا عاوز أروح السما. لما وصلت لهذه الدرجة بقت فرحانة طول الوقت. مش بالضرورة كل الناس توصل لكده، لكن بالضرورة يحتفظوا برجائهم، لأن الرجاء أساسي في الحياة المسيحية. القديس بولس يقول الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. الرجاء يتولد كمان من الإنجيل. كل ما الواحد يقرأ الإنجيل ويطلع وعود ربنا يزداد رجاءه. لما ربنا يقول لي ما تخافش أنا معاك، يبقى عندي رجاء. لما يقول لي كل الأشياء تعمل معا للخير، يبقى عندي رجاء اللي بيحصل ده خير. لما يقول لي الذي معنا أقوى من الذين علينا، يبقى مهما كان حواليا ظروف صعبة عندي رجاء هنغلب الظروف دي. فالرجاء مرتبط جدا بالوعي بوعود ربنا، بمذاكرة الإنجيل. عكس الرجاء اليأس أو الشك، وعشان كده الواحد يغلب اليأس بقى. مع اليأس تلاقي حزن رديء، تلاقي كآبة. مع الرجاء لازم تلاقي فرح. من إنجيل متى: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. المقصود بصانعي السلام إيه يا ابونا في الآية دي؟ وإزاي أكون صانعة سلام؟ هو قال أبناء الله يدعون لأن الله ملك السلام، محب للسلام. والمسيح قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. صنع السلام هو دور ولاد ربنا. احنا كلنا سفراء عن المسيح، دعاة سلام، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. صنع السلام له كذا شكل. أول شكل اتنين متخاصمين بنصالحهم ببعض، عملنا سلام. لما نصالح راجل بمراته، أخ بأخوه، عيلة بعيلة تانية، نرجع السلام بين اتنين، يبقى عملنا سلام. لكن في صنع سلام من نوع تاني، إن واحد يكون بعيد عن ربنا فما عندوش سلام، نرجعه لربنا فيبقى عملنا له سلام، لأن مع التوبة يجي السلام. لا سلام قال إلهي للأشرار. فلو لقيت واحد شرير فضلت وراه عشان أشده لربنا، يبقى أنا عملت سلام برضه، لأن صنع السلام يكمل بأنه الإنسان يتوب، يتصالح مع ربنا، فقلبه يعمر سلام. عشان كده القديس يعقوب يقول من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت وأستر كثرة من الخطايا. في صنع سلام من نوع آخر، إنه الواحد يريح اللي قصاده. ساعات واحد يبقى تعبان قوي ومش عارف يصلي وعاوز يشكي، لو أنا اديته ودني وقلبي وسمعت له كويس، أنا عملت سلام. ممكن يجي يقول لي أنا ارتحت لأني حكيت ولأني شكيت. بس طبعا هنا اللي بيسمع لازم يكون شخص روحاني وبيزقه على ربنا برضه، بيسمع بقلب نقي محب، فيقوم يريح اللي قصاده. فصنع السلام له أشكال كتير قوي. التعزية صنع سلام. ممكن عمل التعزية لما واحد يعزي مريض أو يعزي شخص فقد شخص، يرجع له شوية السلام اللي راح منه، لأنه بيديله رجاء، بيطبطب عليه، بيشاركه حزنه. صنع السلام له أشكال كتير قوي. يعني السامري الصالح عمل سلام لما أنقذ الشخص اللي في السكة بيموت، ما هو ده عمل سلام في الآخر، لأن الراجل ده كان هيموت. صنع السلام كمان المعلم بيصنع السلام. لما الإنسان فينا أو الخادم فينا يعلم تعاليم المسيح، تعاليم المسيح بترجع السلام لقلوب الناس، بتصلح حياتهم، فيبتدي السلام يزيد في قلبهم. فكل عمل روحي في رأيي بيصب في صنع السلام. مع نفسي أنا لما بتوب وجاهد بصنع سلام، مع الآخرين لما بعلم وبخدم بصنع سلام، لما المتخاصمين أصالحهم ببعض بصنع السلام. صنع السلام يعني فضيلة جميلة قوي، وفيها تطويب غالي. أذكر زمان لما كنت في الكلية كان معايا خادم جميل قوي متواضع كده، قال لي بص أنا ما بعرفش أتكلم ومالياش خالص في الخدمة، بس أنا في حاجة عايش ليها طول الوقت. أي ما الاقي اتنين زعلانين من بعض أصلي جامد قوي
وافضل وراهم ولازم اصالحهم ببعض. وقال لي ساعتها كنا يمكن تالتة رابعة كلية مش فاكر، قال لي انا لغاية دلوقتي ما فشلتش ولا مرة، وكان فرحان قوي وهو بيقولها زي الاطفال كده، انا ما فشلتش ولا مرة. فواضح ان في ناس مشغولة قوي بالوصية دي بالآية دي وعايشة ليها وبتنجح فيها ويبقى اختهم بيها. يسوع قال لنا في إنجيل يوحنا: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إيه هو المقصود بالثمر يا ابونا؟ أولا موضوع الثمر ده مغرق الكتاب يحب الزرع عموما، فعهد قديم وعهد جديد نلاقي كلمة الثمر. مزمور الأول مثلا: كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه. قديس يوحنا المعمدان لما وعظ يقول: اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. وقال: قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. والمسيح اتكلم في مثل الزارع، على الأرض الوحيدة اللي طلعت ثمر هي الأرض الجيدة 30 و60 و100. ولعن الشجرة اللي فيها ورق بس ما فيهاش ثمر. إذا موضوع الثمر ده مهم جدا في كلام المسيح مهم. ولما كلمنا عن الأنبياء الكذبة قال: من ثمارهم تعرفونهم. الثمر ببساطة هو النتيجة النهائية للعلاقة بالله، لأن الثمرة آخر حاجة في الشجر. يعني الشجرة تبتدي ببذرة، تعمل جدر، تعمل ساق، تعمل أغصان، تعمل ورق، تكبر، وفي الآخر تطلع الثمر. وأغلى حاجة في الشجرة كلها الثمرة، هي القيمة بتاعتها الثمرة. فالحياة الروحية إما طلعتش نتيجة واضحة تبقى ناقصة، تبقى فشلت. الثمر لخصه القديس بولس في غلاطية 5 في مجموعة فضائل. يبقى كل الفضائل تعتبر ثمار: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وقال واللي زي كده، يعني ممكن نحط معاها الحكمة، نحط الصبر، نحط أي فضيلة ذكرها الإنجيل تعتبر ثمر الروح. ثمر الروح يعني إيه؟ نتيجة الروحانية، نتيجة الحياة الروحية، نتيجة اقتراب من الله. الإنسان اتغير وبان عليه حاجة حلوة، بقى فرحان بجد، بقى باله طويل، بقى عفيف، بقى وديع، بقى إيمانه قوي، واثق في ربنا. يبقى ده نتيجة حياة روحية. النص اللي حضرتك بتقوليه بتاع إنجيل يوحنا أنه الغصن اللي يثبت فيه يجيب ثمر، يبقى المسيح فهمنا أن الثمر مش هيطلع لوحده، هيطلع بالالتصاق بالمسيح، لأن الثمر عبارة عن صفة في المسيح تبان عليه، هي صفة خاصة بيه. المحبة تخصه هو، تقوم تبان عليك لما تلزقي في ربنا. الفرح ده حاجة جوه المسيح، تبان على الشخص اللي بيصلي كتير، بيتناول كتير. الوداعة دي خاصة بربنا يسوع، تقوم تظهر على الشخص اللي عمال يحبه في ربنا ويقرب منه. فبيقول الغصن اللي لازق فيه هيجي بثمر، الغصن اللي مش لازق هينشف فهيتقطع وهيرموه في النار لأنه ملوش لازمة. فطبعا لو واحد نسي ربنا أو بعد عنه حياته تبقى جافة، مفيش بقى محبة ولا فرح ولا سلام ولا، فخلاص شكله زي أي واحد كأنه مفهوش الروح القدس. النتيجة النهائية هيترمي في النار. الثمر ده موضوع مهم لأن هو المقياس الأساسي للنمو الروحي. وفي نوع تاني من الثمر يجي نتيجة للأولاني، لما الإنسان يكون شبه المسيح في محبة وفرح وسلام وطول أناة وإيمان، لما يتعامل مع الناس يثمر في حياة الناس. يعني إيه؟ ربنا يسوع له المجد قال لتلاميذه: أنا أرسلتكم لتأتوا بثمر. تأتوا بثمر يبقى مش خاص بيهم بقى، خاص بالخدمة. ففي ثمر التوبة أو الحياة الروحية اللي هي الفضائل، وثمر الخدمة اللي هي النفوس. فالإنسان الروحاني الوديع يثمر، يعني يكسب ناس، يجيب ثمر للملكوت، يحصد نفوس. فبرضه نفس القاعدة، الغصن اللي ثابت في المسيح يتغير ويطلع ثمر حلو، ونتيجة الثمر الحلو النفوس اللي تتعامل معاه هي كمان تتغير، فيبقى الثمر متكاثر،
يدوم ثمركم. الثمر يتنقل من واحد للتاني. وهنا نقول حاجة عن الكرازة، انه الكرازة لا تبدأ بالوعظ والكلام، تبدأ بالحياة. لو إنسان مسيحي في ثمر الروح ده أفضل كارث. يحكوا حكاية عن شخص زمان راح بلد شيوعية وكان مسيحي وداخل يدرس لغة من اللغات، أظن إنجليزي، فنبهوا عليه قالوا له البلد دي لا تسمح بالكلام عن المسيح ولا الإنجيل تماما وإلا فيها سجن. مضى على إقرار أنه ما يعملش كده وهو بيحب ربنا أوي. قعد سنة يدرس وبعدين سافر، وبعدين يعني فوجئوا، طبعا البلد الشيوعية دي فيها أمن جامد فكانوا بيراقبوا الطلبة، فوجئوا أنه عدد مش قليل من الكلاس بتاعه اتعمد. فعملوا مشكلة كبيرة جدا لأن هم متفقين أن الراجل ده ما يوعظ، فجابوا كذا طالب يحققوا معاه. الراجل ده كان بيوعظ في الفصل؟ لا. كلمكم عن المسيح؟ لا. وزع أناجيل؟ لا. انتوا اتعمدتوا ليه؟ وكل واحد على حدة طبعا، كلهم على نفس الإجابة: احنا شفنا فيه اللي كنا بنسمعه عن المسيح، شفنا فيه حاجة مش موجودة في الناس التانية، حبناه فروحنا دورنا على اللي وراه. فهنا هو ما كان ممنوع يتكلم، لكن لأنه شبه المسيح وفي ثمر الروح أثمر حتى في خلاص النفوس. كرازة صامتة. إذن الثمر يجي نتيجة التصاق بالمسيح وينتج عنه ثمار كتير. آية جميلة قوي من سفر الخروج، تقريبا كلنا بنستخدمها شبه يوميا بسبب الأحداث اللي بتحصل: لا تخافوا، كفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. دايما بنقولها لبعض لما حاجة مشكلة بتحصل، بس من وراها بحس بالظبط كده يعني كأننا استنى ما تتصرفش ربنا هينتقم لك. هل لو فهمناها بالمعنى ده أو أخدناها بالمعنى ده صح؟ احنا بنقولها علشان نصبر اللي قدامنا ونعزيه بكلمة، بس هي في الباطن ساعات بنحس ايه، استنى اصبر شوف ربنا هيبقى رده ازاي. هل ده صح يا ابونا ولا غلط؟ اولا هي لما اتقالت ما كانش مقصود بيها الانتقام ذاته، كان مقصود بيها الخلاص. قفوا وانظروا خلاص الرب. هم مزنوقين جدا وهيبادوا، واقفين عند البحر مرعوبين والفراعنة جايين وراهم وهم مش محلتهم سلاح، والموقف صعب جدا ومفيش مخرج، مش عارفين هيخلصوا ازاي. فلما اتقالت الآية دي، لما قالها موسى، كان مقصود ربنا هيتصرف، هيخلصكم بأي طريقة. وزي ما انت قلتي احنا دقنا الكلام ده السنتين اللي فاتوا، لأنه جالنا خلاص بطريقة شبه معجزية. يعني احنا ما كانش قدامنا مخرج منطقي يعني. فربنا يعني للسيد الرب عند ربنا يعني مخارج للموت كتير. فهنا الوعد بالخلاص مش بالانتقام، لكن ده ما يلغيش ان ربنا واعد كمان بالانتقام. بس يفضل لينا كأولاد الله اللي بنحب البشر زي ما ربنا بيحبهم ننتظر الخلاص ولا ننتظر الانتقام. احنا نشتهي زي ما ربنا بيشتهي خلاص الكل. نتمنى ان اعدائنا يعرفوا ربنا وينور عينيهم ويبقى لهم نصيب معانا في السماء. ما نتمنى لهمش الهلاك، لانه اعدائنا دول حتى لو عذبونا ولا تعبونا الحقيقة هم خدمونا برضو، فادونا ووصلونا للسماء بالغلب اللي شفناه على ايديهم، بس كتر خيرهم قربوا السماء وادونا اكاليل كمان. طب هم يروحوا فين؟ احنا ما نتمنى لهمش الهلاك. يعني ايه يعني الانتقام هيفيدنا في ايه لما يهلكوا؟ انما اجمل انتقام هو ان ربنا يغير قلبهم وينور عينيهم ويبقوا مؤمنين وتائبين. قديس استفانوس وهو بيترجم كان اولى انه يفكر: يا رب خد بحقي، انا مظلوم، انا الناس دول بيفتروا عليا. استفانوس كان فعلا مثالي في كل حاجة. انما لما استفانوس صلى ما جابش سيرة الانتقام، بالعكس صلى صلوة عجيبة، قال له: يا رب لا تقيم لهم هذه الخطية، ما تحسبها لهمش غلطة، انت لسه بتحبهم، انت ما فكرتش في الانتقام. على فكرة ربنا انتقم له. يعني ايه؟ التاريخ يقول
أنه بسبب كل الجبروت اللي عملوه ده ما فاتش كام سنة وجم الرومان دكوا أورشليم وحرقوها وموتوا مئات الآلاف. طبعا انتقاما مش بس لاستفانوس، ربنا يسوع له كل المجد اللي اتصلب، والكل الأنبياء اللي اتصلبوا واتقتلوا في أورشليم، لكن عموما ربنا كإله عادل ليه النقم أنا أجازي. بس يفضل لينا كمسيحيين ألا ننتظر الانتقام بقدر ما ننتظر الخلاص. يبقى قفوا وانظروا خلاص الرب، يا رب خلصنا دخلنا السماء، يا رب عدي الأيام الصعبة، يا رب اظهر فأتون النار، يا رب عدينا البحر اللي ملوش حل ده. لكن تعمل ايه مع أعدائنا؟ يا رب نور عينيهم، يا رب اهديهم. فإذا كان عندنا في إيماننا أن الانتقام يخص الله، أظن أن انتظار الانتقام قد يحمل عداوة، أو ممكن ما يكونش القلب نقي. داود لما كان شاول بيعذبه ما كانش مستني اليوم اللي شاول يموت فيه، ولما عرف ان شاول اتقتل في الحرب ما فرحش وما قالش ربنا خد بحقي، بالعكس بكى زي اللي كان نفسه يعيش تاني وكان نفسه شاول يتوب. ده القلب الحلو اللي يعجب ربنا. فخلينا دايما نميل ان احنا ننتظر الخلاص ولا ننتظر الانتقام، لكن عارفين ان ربنا عادل مش هيسيب حق اولاده كده كده. بنختم بآية جميلة من إنجيل يوحنا. يسوع قال: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هنا نقدر نقول إن اللي جواه سلام داخلي بيطرد من قلبه الخوف، بس مع ذلك ساعات كتير بنخاف حتى وإحنا حاسين بالسلام، بس بنخاف. نقدر نعملها ازاي ابونا المعادلة دي؟ هل لما خاف يبقى كده ما عنديش سلام؟ طبعا ببساطة الخوف يتعارض مع السلام بس الخوف درجات والسلام درجات، خوف وقلق واضطراب، لأنه لا تضطرب تمشي مع سلام. التلاميذ لما كانوا في البحر، لما كان المسيح يبقى معهم كانوا يبقوا فرحانين ومطمنين. لما مرة كان نايم والبحر هاج فقدوا سلام وراحوا صحوه، فهو سكت البحر وبص لهم: مالكم ليه شكيتوا؟ فمرة تاني ما كانش في المركب خالص، ففقدوا سلامهم أكتر لأنه فضلوا للهزيع الرابع بيموتوا بيغرقوا. فيقولوا من الخوف صرخوا، يعني ده السلام راح خالص. وبعدين جالهم يتمشى على البحر يقول لهم: ثقوا أنا هو لا تخافوا. وفي الآخر دخل المركب والبحر هدي. ففي درجات من فقدان السلام مرتبطة بقى بالخوف والقلق. في شخصيات قلقة بطبع تربيتها، في واحد يخاف من حاجات معينة مش من كل حاجة. كل ده في رأيي مرتبط بقلة إيمان. طبعا في نوع من المخاوف النفسية مش ده موضوعنا، يعني واحد مثلا يخاف من الأماكن العالية ما أقدرش أقول عليها قلة إيمان، ده نوع من الاضطراب النفسي. في واحد مثلا ما يبقى في أوضة ضيقة مقفول عليها تلاقيه بقى منزعج، دي حتة نفسية يعني ما ظنهاش مرتبطة بالإيمان. لكن القلق العام اللي في الدنيا، واحد قلقان على بكرة، واحد خايف من الناس، واحد خايف على صحته زيادة، واحد دايما متوقع الشر، لا كل ده مرتبط ان الإيمان ضعيف. الإيمان والأمان توأم، عشان كده الإنجيل يقول: إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. والأمان هو سر السلام. لما يكون واحد عنده أمان يشعر بسلام. الطفل اللي متشال في حضن أمه حاسس بسلام، بينام ملوش دعوة الدنيا حواليه يحصل فيها إيه. فالأمان والسلام يعني شهوة كل واحد إنه يعيش في سلام، مش هيوصل لها أبدا إن ما كانش عنده إيمان. والإيمان رحلة العمر كله، يعني ما نقدرش نقول في يوم أو في لحظة الواحد يقول أنا كده بقى عندي إيمان. الإيمان يبدأ وينمو بلا نهاية. عشان كده مرة التلاميذ قالوا للمسيح: زد إيماننا، زودوا. يبقى قال لهم: لو كان عندكم إيمان زي حبة خردل كنتوا نقلتوا جبل. فالإيمان يزداد، بدليل أن المسيح قال لبطرس: يا قليل الإيمان. ومدح واحد قال له، أو واحد قال له: عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين. وقال لقائد الإيمان: لم أرى إيمانا مثل هذا. كأن الإيمان ده درجات، فإحنا كلنا عاوزين نطلع درجة. الثقة في ربنا تزيد، لأن لما الثقة تزيد القلق يقل على طول.
والثقة بتزيد لما العشرة تزيد، صلاة وإنجيل وخدمة وكنيسة وربنا شاغلني طول الوقت. العشرة دي تخلي الثقة زيادة، يقوم القلق والخوف يقل. لو بطلت بقى أصلي وأركز تلاقي القلق زاد والإيمان قل، فساعات بتطلع وتنزل. القديسين بقى إيمانهم قوي فعلا، فحياتهم كلها في ربنا، والثقة متناهية، يعني إنه كله خير وكل حاجة تمام، والذي معنا أقوى من الذي علينا، فعايشين في سلام رايقين جدا. تضرب تقلب حواليهم وهم مش مضطربين. الحكايات الجميلة اللي في العهد القديم لما أليشع حوصر الجبل كله بجيش كامل عشان يمسكوا أليشع، منظر مرعب يعني. فالتلميذ انزعج جدا وجري على أليشع وهو مرعوب، بس أليشع لأن إيمانه قوي فمطمن، فقال له يا رب افتح عينيه عشان يشوف، اللي معانا أكتر من اللي علينا. ففتح عينيه. في الوقت اللي فتح عينين الغلام، لأنه تلميذ أليشع، قفل عينين الأعداء عشان مش تبع أليشع، وخدهم بقى ودخل بيهم المدينة وأكرمهم وعمل لهم وليمة، لكن هو كان آخر سلام. طب دول جايين يمسكوكم. تلاميذ في سفر الأعمال لما اتسجنوا وانضربوا مفروض كانوا ينزعجوا ويقولوا ده احنا لسه بنبتدي نخدم، وما هيعملوا فينا ايه بقى لما نبشر اكتر من كده. يقول الانجيل خرجوا فرحانين لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه. قبلها بقوا يصلوا يا رب اتكلم على لساننا اكتر من الاول. ايه انتوا مش خايفين ولا ايه؟ لا مش خايفين، لان السلام مالي قلبهم، لان عندهم ايمان قوي. فالايمان بيقاس بالسلام، وقلة الإيمان تقاس بالخوف. فكوني قلقان وخايف وبفكر وبحسب كتير على طول، ده قلة إيمان، ما نقدرش ننكر كده. لكن كمان الإيمان ينطلب، يا رب زود إيماني، أفضل أصلي وأقول كده وأقرأ الإنجيل كتير، لأن الحكايات اللي في الإنجيل والوعود اللي في الإنجيل بتزود إيماني، وبالتالي ده كله بيطلع مني سلام. كمان السلام معدي، يعني اللي يعاشر واحد إيمانه قوي ومتكل قوي على ربنا يبقى عنده سلام. أذكر برضو لما كنت طالب زمان من 30 سنة كده في الجامعة، كنت أروح الأنبرويس وكان في فراش يقعد على باب المطبعة كده، كنت أروح أقعد جنبه وأحكي معاه، عم توفيق. وكان كتلة من الأمراض، راجل طبعا حسام ما فيهوش حتة سليم. وبعدين أسأله عن ولاده، ما عندوش غير كلمة الحمد لله نشكر ربنا. وبعدين لما أسأل بالتفصيل ألاقيه ما فيش ولا عيل سليم، يعني ما فيش ولا قصة مظبوطة، وحاجات كبيرة قوي تهد جبل. مبسوط على طول، وما فيش في لسانه غير كلمة نشكر ربنا، وكله خير وفرحان، وفاتح الإنجيل على حجره طول ما هو قاعد على باب المطبعة، ما بيعملش غير يقرأ الإنجيل. فكنت بتفرج على منظر، أهو ده راجل فراش بس قلبه عمران سلام، لا فارق مع مرض ولا هم عيال ولا مستقبل ولا مشاكل، هو عايش في ملك تاني، ملكوت الله داخلكم، وفرحان بجد. والواحد يقعد معاه 10 دقايق يطلع عنده سلام، يتعدي بالسلام اللي عنده، بالرغم ان الواحد ما عندوش 1/10 من الهم اللي عنده. فالموضوع مرتبط بعشرة القديسين كمان، ربنا يدينا. النهارده كانت أول حلقة من سلسلة حلقات بعنوان آية في تأمل وحكاية، وكنا فرحانين خالص ومبسوطين إن هنفتتح أول الحلقات دي مع قدس أبونا داود لمعي. ميرسي يا أبونا كتير كتير، وبكل الفرح والتقدير والحب بنقول لك شكرا، عطيتنا من وقتك وقت ثمين احنا عارفين، وبنشكر قدسك على كل حاجة عملتها حتى في المؤتمر مع أولادنا هنا في النمسا، ونتمنى الزيارة تتكرر. ونشكر سيدنا الأنبا جبريل كتير، لأن هو بصراحة اللي عطانا الفرصة وشجعنا ان نعمل اللقاء مع قدسك النهارده، ودعا قدسك انك تيجي في فيينا وتنورنا وتقدم لنا كلام جميل مشبع ومثمر جدا. ربنا يحافظ عليكم كلكم. تعيشي